صباح الخير. نحن أحياء وللحلم بقية. صباح الخير. لو انت اول مرة تشوفني فاحنا هنا في طريق عادي، ولو انت مش اول مرة تشوفني فاكيد انت عارف ان احنا هنا في طريق عادي، هنا حيث اكون انا رقية. وفي حل سحري لكل مشاكلك يحقق لك كل الامنيات الممكنة وغير الممكنة. هيكون ايه الحل ده؟ وهل في اصلا حاجة اسمها حل سحري ممكن يحقق لنا كل حاجة؟ فهفكر في اجابة الاسئلة. عبال ما تفكر بقى هحكي لك حاجة صغيرة كده. السنه اللي فاتت وقت امتحانات الميد كان في بنت الدكتور قال لها انت مش هتدخلي الامتحان عشان اتاخرت بس شويه، وفعلا ما دخلهاش. المهم البنت دي بقى انهارت وخرجت بره قعدت تعيط وكده، والبنات اتلموا حواليها بقى وحصل مواساه لذيذه كده، وانقسموا في المواساه لقسمين. قسم بيواسيها عادي كبني ادم طبيعي، وقسم تاني بيقول لها طيب انت فرقه كام، الدكتور اسمه ايه، الماده اسمها ايه، حاجات كده مالهاش علاقه بالموقف. المهم ان هما لما اكتشفوا ان البنت دي فرقه اولى بداوا يتريقوا بقى، والكلام من نوعيه ما احنا كنا شباب وحماس البدايات والحاجات دي. ده برضه مش موضوعنا. المهم ان من وسط كل ده طلعت بنت قالت لها بكل السلاسه اللي في الكون طب ما تدعي. بجد هي قالتها كده وانسحبت تاني. البنت بصت لها تنحت كده وقالت لها ادعي ايه، انا بقولك ما دخلتش الامتحان اصلا. والمهم ان الموقف خلص يعني والدنيا مشت على خير. لكن انا كنت طول الوقت اللي بعده بفكر في جمله البنت اللي قالتها بكل سلاسه وسط بنات كتير جدا، وسط مثلا 20 30 بنت متجمعه، بنت واحده طلعت بالاقتراح الهايل ده وقالته بالبساطه الغير الممكنه بالنسبه لي. فضلت اسال نفسي انا ليه ما بدعيش؟ ليه احنا عموما ما بندعيش؟ يعني ليه بندعي بعد ما حلول الارض كلها تخلص؟ احنا خلصنا كل الحلول اللي في ايدينا، يلا بقى ندعي بقى وامرنا لله، ما كل حاجه خلصت هنعمل ايه؟ ليه احنا بنستنى لما كل حاجه تخلص بعدين نبدا ندعي؟ يعني الاشكاليه في الدعاء شويه كانت بتبقى في ايه؟ فانا ربنا مش بيستجيب لي او مش هيستجيب لي. لا، الاشكاليه في حد ذاتها بقت في ان انت اصلا مش هيجي في دماغك ان انت تدعي. انت هتلاقي الموقف خلص والكارثه اللي بالنسبه لك كارثه عدت وما جاش في دماغك ان انت اصلا المفروض تدعي. انت مش مشكلتك ان انت خايف ان الدعاء ما يستجابش، انت مشكلتك الحقيقيه دلوقتي هو ان انت ما بتدعيش اصلا. ليه احنا في الفتره دي ما بقاش يجي في دماغنا فكره الدعاء؟ ففي بالنسبه لي دلوقتي 3 اسباب هنتكلم فيهم. اول سبب ان احنا بنبقى شايفين ان الدعوه مش منطقيه اصلا، يعني مفيش اسباب منطقيه لحدوث الدعوه دي. زي البنت اللي قالت ما اصلا انا ما دخلتش الامتحان، هدعي انجح ازاي وانا ما دخلتش؟ هي عندها سبب منطقي جدا لده. انا كمان وانت عندنا اسباب منطقيه جدا للدعوات اللي احنا مأجلينها او مش بندعيها عشان شايفين ان ليها سبب منطقي. ففي حلين دلوقتي. اول حل انك هتفتح سوره مريم وهتقرا الجزئيه تاني بتاعت سيدنا زكريا لما كان بيدعي ربنا بيحيى عليه السلام. كان بيعدد اسبابه المنطقيه جدا لان الحاجه اللي بيدعيها ما تحصلش، وعنده اسباب منطقيه اكتر مني ومنك بقى. مش بس ما كانش بيدعي عادي والاسباب اصلا بتاعت الاجابه ما كانتش موجوده واقعيا، الاسباب المنطقيه زي ما احنا بنقول مش موجوده. لا، هو كان بيقول ولم اكن بدعائك ربي شقيا. عكس الشقاء في اللغه هو النعيم، الهناء. يعني انا مش متضايق ومش حاسس بزعل وانا بدعي، لا انا متهني بالدعاء كده، انا متهني وانا بدعي الدعوه دي. ده بتدعي بدعوه منطقيه مش هتحصل، وفي نفس الوقت هو مش حاسس بذره شقاء، هو متنعم ومتهني بالدعوه دي. فدي اول حاجه ان انت محتاج تركز في الجزئيه دي في سوره مريم. ثاني حاجه انك محتاج تخرج البلكونه وتبص لكل حاجه حواليك بنظره سريعه كده، تشوف كل حاجه حواليك. ربنا خلقني وخلقك وخلقنا كلنا وخلق كل الحاجات اللي انت هتشوفها في البلكونه دي، مش هيعجزوا انه يستجيب للدعوه بتاعتك مطلقا. فانت محتاج تدرك انك بتدعي خالق، يعني مش مخلوق زيي ولا زيك ولا حد عنده سلطه ما صغيره فهيمشي لك الحته الفلانيه. لا، انت بتدعي خالق اعظم مني ومنك، فمحتاج ان انت تكون مدرك لانه فعلا مش هيعجزوا انه امنيتك الصغيره او طلبك الصغير ده يتحقق. دي بالنسبه لاول مشكله، وهي ان احنا مش بنعرف ندعي دعاء مش منطقي. تاني مشكله بالنسبه لي ان احنا بنبقى مقتنعين ان الحاجه اللي عدت دي عدت بجمداننا،
ان الحاجه اللي عدت زمان عدت بعلاقاتنا، وان علاقاتنا كانت جامده قوي فقدرت انها تعدلنا الحاجه دي. ان الازمه اللي انا كنت فيها من شهر عدت علشان انا بس معارفي كتير وبيحبوا يخدموني فعدت علشان كده. هو احنا مقتنعين ان كل حاجه عدت علشان احنا اشطر ناس على الكوكب، ولازم اللي جاي يعدي كمان بينا. فهي مش بشطارتك، يعني هو الموضوع مش بيمشي بشطارتك مطلقا، وبالذات في الحته دي مش بشطارتك، انت مجرد سبب ربنا خلقه لحاجه معينه بس ليس الا. تالت سبب هو النسيان. احنا بننسى. السبب الاساسي للفيديو ده تحديدا علشان احنا بننسى. المؤمن خلق مفتنا توابا نسيان اذا ذكر. انت بتنسى، بس الجميل ان انت بتفتكر لما حد يفكرك. فالفيديو ده معمول عشان نفكر بعض. فانا بنسى ان انا ادعي زي ما انت بتنسى ان انت تدعي. احنا كلنا بننسى الحته دي، لان انت فيك صفه النسيان عموما كانسان بشري عادي، يعني بتنسى. بس لما حد بيفكرك بتفتكر. فانا بفكرك ومفيش مشكله ان بعد فتره انت تفكرني، مفيش مشكله ان احنا كلنا نفكر بعض ان لا احنا محتاجين ان احنا ندرك ان في حل احنا ناسيينه خالص، ان احنا ندعي. هو الموضوع يبان بديهي جدا، بس اعتقد انه بالنسبه لنا في الوقت ده مش بديهي قوي. فانت كل ما تفتكر الحوار كده فكر اللي حواليك، عشان اللي حواليك لما يفتكروا يفكروك هم كمان، ونحاول ان احنا ننجو باقل الخسائر الممكنه. خلينا بقى دلوقتي نرجع للسؤال اللي انا سالته لك في اول الفيديو. تفتكر عرفت ايه هو الحل السحري؟ بس كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا. متنساش بقى لو عجبك تعمل سبسكرايب ولايك والحاجات دي كلها، واشوفكم الفيديو الجاي.